اتفقنا في ديك لا فيديو السابقه اننا غادي نبداو المشروع ديالنا من الدار وغنبداو السلعه ديال البلاد. اليوم غادي نحاولوا اننا نكتشفوا المصادر ولا البلايص اللي تقدري تاخذي منهم السلعه وتبداي البروجي ديالك. على بركه الله اللي ننطلق الى قلب الدار البيضاء. هانتي بلا ما تشدي الطياره وتمشي الصين ولا اسبانيا ولا ايطاليا ولا فرنسا، غادي نجيبكم البلاصه اللي كيتقداو منها اغلبيه المتاجر في المغرب. درب عمر، درب عمر من الأسواق المغربية المشهورة لبيع الملابس بالجملة الخاصة بالنساء، والثمن رخيص غتلقاوه في كراج علال. بالنسبه ليا اي وحده بغات تبدا البيع الملابس تبدا بدرب عمر، لان غادي تلقى فيه لي شوا والاثمنه كذلك غيكونوا في المتناول. خص يكون عندك شويه الخاطر وتقلبي مزيان. غنبداو باول محل، هذا ديال عفه البنات. نصحكم اللي كتقلب على البلدي تمشي لهذا المحل، راه الاغلبيه كيدخل سلعه من هنايا. وندوزوا لهاد الزنقه، ركزوا معايا شوفوا لي هاد الزنقه راه عامره كلها محلات. قيصريه الطيبه غادي تدخلي عالم اخر هنايا. هاد القيصريه بالنسبه ليا كافيه لاي وحده مبتدئه فيكم، لان فيها تقريبا 5 ديال الطوابق، وفي كل طابق كتلقاي بزاف الحوانت. دقي ودخلي وغادي تكتشفي بزاف الموديلات وبزاف السلعه وبزاف كذلك ديال المصادر، سواء حبيبتي حتى تركيا سواء فرنسا سواء الايطالي سواء الشينوا، كاينين لي شوا بزاف. وكل محل كتلقاه بالرقم ديالو. كما قلت لكم حبيباتي، بغيتي البيجامات الفولارات الملابس الداخليه كنصحك بالكراج علال، قلبي مزيان غادي تلقاي مصادر تماك. اما بالنسبه للملابس خاصه بالنساء العصري غتلقايهم في درب عمر، خصوصا قيصريه الطيبه. غتلقاي ملابس ديال الشينوا ديال فرنسا ديال الطليان غتلقايهم تماك، وحتى ديال البلاد وماركات معروفين ومخدومين مزيان. انا صراحه بغيت نصور لكم المحلات بالاسماء، ولكن خفتي خلق لي مشكل مع جهات اخرين. ما صراحه بغيت نحط لكم الارقام وكل شيء وجميع المعلومات، ولكن ديجا عطيتكم راس الخيط. ونزيدكم واحد المعلومه، الا دخلتي عند اي واحد وتعاملتي معاه مزيان في المره الاولانيه سولي، غادي يعطيك مصدر اخر موثوق، غادي يوريك طريق واحده اخرى. ثاني حاجه، في المره الاولانيه من الاحسن تمشي برجليك باش تكتشفي وتعرفي، ولكن مره ثانيه تقدري دوزي لا كوموند غير في التليفون بالنسبه للناس اللي بعاد. نصيحه مني ليك، الا شتي شي موديل عجبك في شي محل حاولي تدوري السوق مزيان، حيت تقدري تلقاي نفس الموديل باثمنه مختلفه في نفس المنطقه، وتقدري تلقاي بتوب مختلف ونفس الموديل. ثالث نصيحه، خديتي لا كونتيتي تاوي مع راسك، 10 دراهم راه كتخلق فرق في العدد كبير. واحد النصيحه بيني وبينك، فاش غتكوني كتقضي السلعه المره الاولى والثانيه من نفس الفورنيسور، الى عرف فيك المعقول راه يقدر يدير معاك التسهيلات اللي غتنفعك، خصوصا البنات اللي ما عندهمش راس مال كبير باش يبداو. واحد النصيحه من قاع الخابيه، السلعه فاش كتكون يلا خرجت كتكون شويه طالعه في الثمن. الا صبرنا 21 يوم شهر شهرين كتنقص في الثمن. ممكن تاخذي موديل في الاول ب 200 درهم، ولكن يقدر من بعد 20 يوم يبقى غير ب 150 120 درهم. الا كنتي يلا غادي تقضي اول مره ما تاخذيش العدد، تيستي بعدا السوق ديالك، شوفي بعدا لونطوراج ديالك، الكليان نوع الكليان اللي عندك، عاد بداي وسيري درجه درجه. راه التجربه ما كتباع ما كتشرى. ايوا انت شريتي ليا السلعه وبغيتي ديري ليها الثمن وتبداي البيع والشراء. لا فيديو الجاي ان شاء الله غادي نناقشوا كيفاش نديروا التسعير المنتج، كيفاش نحطوا الثمن للبرودوي اللي بغينا نبيعوه. خليو لي في التعليق التشجيعات ديالكم، الا بغيتو نحط لكم لا فيديو الجاي ان شاء الله.